جبت لكم اليوم وصفة الميلفاي اللي كامل تنجحوا فيها بدون استثناء. أول حاجة تخدموا العجينة، فيها رطل فارينة يعني 500 غرام، ملعقة صغيرة ملح، وكاس زيت يرفد 220 ملي ناقص 3 صباعتين بيدنا زيت، يعني بالميزان 100 غرام. ونلمها بالماء ديروا 245 ملي، بالكاس اللي يرفد 220 ملي واللي تعرفوه كامل يعني كاس بثلث ملاعق كبار ماء. لموها بلا ما تعجنوا حتى تولي عجينة متماسكة، ونحطوها ترتاح في الثلاجة ربع ساعة. في نفس الوقت تجيبوا 250 غرام زبدة التوريق تلقاوها تتباع، حلوها وبسطوها بهذه الطريقة، ومن الأفضل تكون باردة كي تخدموا بها. نرشوا طاولة العمل بالفارينة، نحلوا العجينة مستطيل ونحطوا الزبدة، لازم تكون هكذا سوا مع العجينة في الأرض، ونغلقوا عليها بهذه الطريقة. ما تنسوش الجوانبتين باش ما تخرج الزبدة، ونبداو نديروا تعرجات هكذا باش نمشيو كامل الزبدة. بعد ما ديروا تعرجات تبداو تحلوا كل تعرج وحده حتى تولي عندكم عجينه بالطول، وزيدوا لها شويه في العرض ماشي بزاف، وغلقوا عليهم بهذه الطريقه. لازم الفلقات يكونوا قد بعضهم ماشي جهه صغيره على جهه. الفائض تاع الفرينه لازم تنحيوه ونزيدوا نطبقوهم فوق بعضهم تان، وهكذا نكونوا كملنا التور الاولى للعجينه. نغطيوها ترتاح حوالي 5 ل 10 دقائق. إذا كان الجو سخون ديروها في الثلاجة، من بعد نعاودوا نرجعوها ونكرروا نفس الخطوات اللي درناهم. نديروا تعرجات نحلوهم وحدة بوحدة، نبسطوها طويلة ونحلو شوية من العرض، نغلقوا زوج فلقات قد بعضهم، نطبقوهم ونحطوها ترتاح. العملية هذه كرروها 4 مرات. كي تكملوا كلش خليو العجينة ترتاح حوالي ساعة، وتقدروا تخليوها ليلة كاملة. نحلوها بهذه الطريقة، يكون عرضها وطولها قد السنيوة وسمكها شوية رقيق. تقبوها مليح وحطوها في السنيوات اللي عندكم، من الافضل يكونوا كيما اللي راني ندير بهم، راكم تلقاو حجم صغير يتباع. وقبل ما تطيبوهم كاين خطوه مهمه باش ما يتكمشوش كي يكونوا داخل الفرن. دخلوهم للثلاجه يبردوا حوالي 15 دقيقه باش تطيبوهم، وتاني الجوانب خليو فيهم شويه عجينه ما تقطعوش سوا باش كي تتكمش حاجه قليله في الفرن نطيحوا في الشكل المناسب. وبعد ما طابوا الاوراق تاع الملفاي لازم تعرفوا بلي الطياب فيها استوس. السنيوه تحطوها في وسط الفرن، تشعلوا 180 درجه من التحت يعني شويه قويه، وتزيدوا من الفوق غير تحكم برك شويه روحها، طفيو عليها من الفوق ونقصوا النار من التحت وخليها تطيب بعقلها. كي تطيب من التحت وتاخذ لون ذهبي حمروها شويه من الفوق، تقدروا ترشوا السكر الناعم باش تجي تحميره وحده. وعلاش هذا الشيء؟ لانه باش يقعد الملفاي يقرمش لاطول مده ممكنه لازم الاوراق يتحمروا تحميره شابه. والكريمه اللي استخدمتها فيها 3 صفار بيض، لافاني، قرصه ملح، كاس غير رباع سكر عادي، كاس نشا، و800 غرام حليب دافي. نفرغوه بالتدريج ونحطوها فوق النار حتى تعقد. نضيفوا لها ملعقه معمره ملح زبده 80 غرام ولافاني وتبرد. كي تبرد ضربوها بالخلاط الكهربائي، وتقدروا تضيفوا شويه لاشونتيي. ديروا المونتاج تاعهم بالكريمه، والورقه الاخيره حطوها على السطح الاملس. زيروها بسنيوه ومباشره فرغوا عليها الفوندو. لازم يكون فوندو ماشي سايل، يكون حاكم روحه. نتوما كي تشريو خيروا نوعيه تكون يابسه، وخففتوا بثلث ملاعق كبار ماء. نزينوا بخطوط شيكولا للطليت، وهكذا نتحصلوا على ملفاي احسن من تاع